اللي كتبتيهم؟ ايه بس هيك نقرا شوي من الامور الحلوه. ايه احد المذيعين، على ما تقولي لي مش عم تحكي عني. لا مش عنك، احد المذيعين مكتوب طه. احد المذيعين ما حدا اعلن موعد زواجه على الهواء، وبلغتك اياه شخصيا لإلك غيري. انا بلغتني اياه. احد المذيعين الذي لا يعرف. حلف وحيد امك انك بلغتني زواجك. بلغتك اياه على التليفون. احد المذيعين الذي لا يعرف هذه الايام الستيل هل يتمرمغ مع عاهره امام الشاشات او يعمل في اذاعه ام تكثر الامات. هذا المذيع يتبنى عبارات غير النابية المنشورة في مجلة عامرة بالدعارة والعهر والفجور والشذوذ والمخدرات والعوانس والعشيقات والمخصيين والذين يأكلون مال اليتيم حتى لو كان شقيقهم. فإن هذا المذيع الذي يتبنى على الشاشة مفردات كل هؤلاء قرر أن يتزوج في 5 الساعة الخامسة من هذا العام 2005. فهل سيوفقه الله في زواجه وهو يشتم الشرفاء؟ أنا قلت لك الله لا يوفقك، ما أنت إذا كنت أنت المعني قلت لك هل هيدي كلمة حيزبون. لا 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 لعملت كل هالموضوع. اسمع، ما بدي اسمع. بعد فيه فهل سيوفقه الله في زواجه ويشتم الشرفاء وينقل أقوال أهل الفسق الذين أقل ما يفعلونه هو إنهم يعتدون جنسيا على الأطفال؟ صح. هل هذه صحافة مقبولة يا نضال؟ والله غيرها، بس هون قلت لك الله لا يوفقك بزواجك. هل عم تسألي إذا الله رح يوفقه؟ عم بسأل، بتركها سؤال لرب وانت بتعتدي على العالم. قلت لك بس الله بس مش هيدا اللي انا بستغربه لما تلفنت انا. بس انت تغيرت اقوالك. حطوا توني شو قال وتوني هلا شو عم بيقول. بس انا لما تلفنتك تغربت لا يا مش توني، انت كاتبه هذا الخبر. حكيت لك اياها هي. انت قلتي مش كاتبه هذا انت الخبر. انت هلا لازم تعتذر مني. انا مش كاتبه انك انت كاتبه ومش انا مش كاتبه هذا الخبر واحد بس الجرس كاتبته لهذا الخبر. ما بيعنيك لك يا حبيبي. انت ليش في على طريقه الست ديانا حداد ليه في يا حبيبي مسلي تحت باطك بتنعرك؟ هي بتعتبريها مسلة؟ هي بتعتبريها مسلة؟ شوف بدي اكمل لك ارائك لما خلص لانه في اشياء. ليه مقهور لاني بحب نضال الاحمديه، بحب مجله الجرس، بحب المجلات الفنيه اللبنانيه. ما قصرنا بحقك طبعا. ما مش ما قصرته، بحب انه صحافه لبنانيه نفتخر فيها انها تتضمن جمل وعبارات يعني من هذا المستوى الاعلامي اللي لا يليق بنضال الاحمديه اللي هي رمز من رموز الاعلام بلبنان. هيدي العبارات تعبر عن واقع ما فينا نجمله ونعمل له ميك اب، بنقوله مثل ما هو. بتقولي انك بشعه بلا ميك اب معي هون. انت قلت مره تواضعا. بسكرها تواضعا عملت ضجه. تواضعا انا مثل القمر بلا ميك اب. ليه؟ واذا بدك بنعمل تيست على الهواء. بتجملي حالك بالميك اب خارجيا. ما بعمل. اذا واحد بده يجمل حاله من الداخل شو بتستعملي؟ بدك تضربيني انا بعرف. ما خلصت الفقره؟ خلصت الفقره. في ضيف. وين الرد؟ اي رد؟ الردود على حق الرد؟ ايه بعدهم جايين بالباص. لا يعني هيدا اللي برد على الصحافي شو كاتبين عنه. ايه هلا حق الرد بالفقره الثانيه، بس هلا عندنا ضيف فني. ايه سوري. ايه فكرت بدي واجه حدا. تواجهي حدا؟ مرتبك يا شو ملاحظ طيب في اقول لك شغله نضال. نعم. بتزعلي؟ ايه بزعل او ما بزعل شو بيهمك؟ لما لا انا بحب انقل الحقيقه. ايه لما طلبنا من ناس كثير يجوا يواجهوا نضال الاحمديه، مش مليون، انا بقولها كلمه حق، 999,000. طلبنا من ناس كثير يواجهوا نضال الاحمديه وهن على اكثر خلاف مع نضال الاحمديه، ويمكن بيتجرأوا يسبوكي على الصفحات. ما حدا تجرأ يواجه نضال. ليه؟